عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، معكم مس إيناس عبد الله. هنكمل مع بعض إن شاء الله شرح دروس الوحدة الثانية، والنهاردة معادنا مع الدرس الرابع بعنوان الموارد الطبيعية في بيئتنا المصرية. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم كده، ونبدأ مع بعض زي ما تعودنا بطرح سؤال معين ونبدأ نفكر فيه، وبعدين هنجاوب إن شاء الله في آخر جزء من الحلقة. بما تفسر كل الواحات منخفضات وليس كل المنخفضات واحات. طيب يلا بينا بقى كده نشرح درسنا ونركز مع بعض في الشرح علشان نقدر نجاوب السؤال ده مع بعض في آخر الحلقة. ودرسنا النهارده سنة رابعة بعنوان الموارد الطبيعية في بيئاتنا المصرية. يعني ايه موارد طبيعية وايه هي الموارد الطبيعية الموجودة في المحافظة بتاعتنا؟ أول حاجة لازم نعرفها يعني ايه مورد طبيعي. المورد الطبيعي يا ولاد هو كل حاجة موجودة حوالينا بتساعدنا في إشباع حاجاتنا الأساسية. احنا عارفين طبعا ان كل إنسان عنده احتياجاته الأساسية. زي ايه؟ زي المأكل والمشرب والمسكن والملبس. كل إنسان بيحتاج انه ياكل، كل إنسان بيحتاج انه يشرب، كل إنسان بيحتاج إنه يسكن في بيت، وكمان إنه يلبس الملابس. تمام؟ يبقى ديت حاجاتنا الأساسية. إزاي بنشبعها؟ من خلال الموارد الطبيعية. والموارد الطبيعية يا ولاد هي اللي خلقها لنا ربنا، مفيش أي بشر بيتدخل فيها. زي إيه؟ زي المية، زي الهواء، زي الشمس، زي النباتات والحيوانات الموجودة حوالينا، زي التربة اللي بنزرع فيها. كل دي موارد طبيعية موجودة حوالينا بتساعدنا في إشباع حاجاتنا الأساسية. يبقى الموارد الطبيعية هي الموارد التي خلقها الله لنا لتساعدنا على الحياة، ونستخدمها في إشباع حاجاتنا من مأكل ومشرب ومسكن وملبس، مثل الماء والهواء والتربة والشمس والحيوان والنبات. تمام؟ الموارد الطبيعية كمان مرة هي كل ما خلقه الله لنا ليساعدنا على الحياة. هي الموارد التي خلقه الله لنا لتساعدنا على الحياة، ونستخدمها في إشباع حاجاتنا الأساسية، أو ممكن تقول نستخدمها في إشباع حاجاتنا من مأكل ومشرب ومسكن وملبس. زي إيه؟ زي المية والهواء والتربة والشمس والحيوان والنبات. تاني آخر مرة نقول الموارد الطبيعية هي الموارد التي خلقه الله لنا لتساعدنا على الحياة، ونستخدمها في إشباع حاجاتنا الأساسية. هي الموارد التي خلقه الله لنا لتساعدنا على الحياة، ونستخدمها في إشباع حاجاتنا الأساسية. وبكده يا ولاد نكون عرفنا إن الموارد الطبيعية هي حاجات ربنا خلقها لنا عشان نقدر نكمل حياتنا. خلق لنا الأرض عشان نعيش عليها، خلق لنا الماء عشان نشرب منه، خلق لنا الهواء عشان نتنفس من خلاله، وكمان خلق لنا التربة وغيرها من الموارد الطبيعية. وكل الحاجات دي بتساعدنا على استمرار حياتنا والحفاظ على حياتنا. تمام؟ طبعا ممكن يجينا سؤال هنا في الجزئية دي ويقول لنا مثلا صح أو خطأ للبشر دورا بارزا في تواجد الموارد الطبيعية. طبعا العبارة دي خاطئة، وهنقول إن الموارد الطبيعية هي الموارد التي خلقها الله للإنسان وليس للبشر أي دور فيها، وطبعا خلقها لنا لتساعدنا على الحياة. تمام؟ ممكن يجينا سؤال تاني يقول لنا بما تفسر خلق الله للإنسان الموارد الطبيعية. هنقول هنا طبعا خلق الله الموارد الطبيعية للإنسان لتساعده على الحياة واستخدامها في إشباع حاجاتنا الأساسية من مأكل ومشرب ومسكن وملبس وما إلى ذلك. تمام؟ ندخل بقى على النقطة اللي بعد كده، وهي أنواع الموارد الطبيعية في مصر. ولازم نعرف يا ولاد إن الموارد الطبيعية في مصر بتتنوع، فعندنا موارد مائية وموارد نباتية وكمان موارد معدنية ومصادر طاقة. أول حاجة كده تعالوا كده نشرحها مع بعض، وهي الموارد المائية. الموارد المائية يا ولاد في مصر بتنقسم إلى نوعين. عندي مياه عذبة ومياه مالحة. المياه العذبة اللي هي إيه؟ اللي هي المياه الصالحة للشرب وللزراعة. زي إيه؟ عندي نهر النيل والأمطار الشتوية والمياه الجوفية. طبعا نهر النيل فيه مياه عذبة صالحة للشرب والزراعة، وكمان الأمطار الشتوية التي تسقط على شمال مصر دائما بنستخدمها في الزراعة، وكمان المياه الجوفية العذبة. وطبعا المياه الجوفية دي يا ولاد بتستخرج من باطن الأرض وبتنتشر في الصحراء الغربية، وخاصة في منطقة الواحات. الواحات دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن منخفضات كده موجودة في الصحراء بتبقى لونها أخضر. طب ازاي في الصحراء ولونها أخضر؟ لأنها بتعتمد على المياه الجوفية في الزراعة. وهنا ممكن يجينا سؤال مهم جدا، تعتبر كل الواحات منخفضات ولا تعتبر كل المنخفضات واحات؟ فسر الجملة السابقة.
والإجابة بتاعتنا هنا هتكون لأن الواحة عبارة عن منخفض في الصحراء تقوم فيه الزراعة على المياه الجوفية. تمام، يبقى احنا كده عرفنا إن المياه الجوفية العذبة بتوجد وبتنتشر في الصحراء الغربية وخاصة في مناطق الواحات. طيب هل بتوجد في أماكن تاني؟ أيوة طبعا، المياه الجوفية العذبة بتوجد أيضا في بعض المناطق في صحراء شبه جزيرة سيناء. تمام، وطبعا قاعدة عندنا يا ولاد طالما موجود مياه عذبة حتى لو كانت هذه المياه العذبة موجودة في البيئة الصحراوية فبيساعد ذلك على قيام حرفة الزراعة ومن ثم تركز السكان حول هذه المنطقة. تمام، يلا تعالوا كده نرجع تاني على الموارد المائية العذبة في مصر، وهي بتتمثل في نهر النيل ومياه الأمطار الشتوية والمياه الجوفية العذبة التي تستخرج من باطن الأرض. نهر النيل والأمطار الشتوية والمياه الجوفية العذبة. طب المياه المالحة بقى بتتوفر في إيه؟ إحنا عندنا بحرين في مصر وهما من أشهر بحار العالم، وهو البحر الأحمر والبحر المتوسط، ودي طبعا تعتبر مثال للمياه المالحة. وعندي برضو خليجين وهو خليج السويس وخليج العقبة موجودين في شرق مصر. أما في شمال مصر فتوجد البحيرات المالحة. تمام، يبقى هنا كده تاني نقول الموارد المائية الموجودة في مصر بتنقسم لقسمين، يا إما مياه عذبة يا إما مياه مالحة. المياه العذبة بتتمثل في نهر النيل والأمطار الشتوية والمياه الجوفية، أما المياه المالحة فبتتمثل في البحرين الأحمر والمتوسط وخليجي السويس والعقبة شرق مصر، وكمان البحيرات المالحة شمال مصر. طيب يا ترى ايه ممكن يجيلنا اسئلة على الجزئية دي؟ تعالوا كده نحل شوية اسئلة عشان نأكد فهمنا على الجزئية دي، وهي جزئية الموارد المائية في مصر. اكتب المصطلح الجغرافي. الواحات المنتشرة في الصحاري المصرية تعتمد عليها في الزراعة. اكيد طبعا هنكتب المياه الجوفية. 2. مناطق في الصحراء الغربية يتركز بها السكان وتقوم فيها الزراعة على المياه الجوفية. طبعا اكيد هي الواحات. 3. المياه التي تستخرج من باطن الأرض وتشمل الآبار والعيون. أكيد طبعا المصطلح ده بيشير إلى المياه الجوفية. طيب تعالوا كده ننتقل لنوع تاني من أنواع الموارد الطبيعية الموجودة في مصر، وهي الموارد النباتية. طبعا احنا اتفقنا خلاص إن الموارد الطبيعية هي الموارد التي خلقها الله للإنسان، والموارد النباتية هي نوع من أنواع الموارد الطبيعية. طيب يا ترى الموارد النباتية بتتمثل في إيه؟ لو جينا بصينا كده يا ولاد هنلاقي ان سبحان الله ربنا اختص الصحاري المصرية بثروة هائلة من النباتات الطبية والعطرية، وتشكل هذه الثروة النباتية قيمة اقتصادية كبيرة جدا. يبقى عندي الموارد النباتية الموجودة في مصر بتتمثل في ايه؟ بتتمثل في النباتات الطبية والعطرية الموجودة بالصحراء المصرية. تمام؟ طيب النباتات الطبية والعطرية دي بتستخدم في ايه؟ استخدمها المصريون منذ القدم يا ولاد في الصناعات المختلفة. زي ايه؟ زي صناعة الأدوية وصناعة العطور وكمان صناعة الصابون ومستحضرات التجميل. ياه، ده بتدخل في صناعات كتيرة جدا. طب يا ترى ايه أمثلة النباتات الطبية والعطرية دي؟ عندي طبعا نبات الصبار ونبات الخروع. تمام؟ طيب ممكن يجيلنا هنا سؤال مهم جدا بما تفسر الأهمية الاقتصادية للنباتات الطبية والعطرية في مصر. طبعا هنجاوب على السؤال ده وهنقول لأن النباتات الطبية والعطرية استخدمها المصريون منذ القدم في صناعة الأدوية والعطور والصابون ومستحضرات التجميل مثل الصبار والخروع. تمام؟ وبكده يا ولاد نكون اتكلمنا عن نوعين مهمين جدا من انواع الموارد الطبيعيه الموجوده في مصر، وهي الموارد المائيه والموارد النباتيه. تمام؟ اما بالنسبه للنوع الثالث وهو الموارد المعدنيه ومصادر الطاقه فده اللي هنشرحه بالتفصيل ان شاء الله الحلقه القادمه. طيب بالنسبه للسؤال اللي طرحناه في اول الحلقه وهو بما تفسر كل الواحات منخفضات وليس كل المنخفضات واحات، الاجابه طبعا احنا قلناها في منتصف الحلقه اثناء الشرح، بس هنقولها تاني دلوقتي. هنقول لان الواحات هي منخفضات في الصحراء تقوم بها الزراعة على المياه الجوفية، لأن الواحات هي منخفضات في الصحراء تقوم فيها الزراعة على المياه الجوفية. وبكده تكون انتهت الحلقة معانا النهاردة. استودعكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.